بينما كانت ضابطة الشرطة بتتكلم مع زميلها القديم بشكل عادي، فجأة عينيها وقعت على التاتو الأسود اللي على دراعه، كان زي بالظبط التاتو اللي شافوه على إيد المهرب اللي الشرطة كانوا بيدوروا عليه بقالهم سنين. قلبها نط من مكانه، بس المجرم دايما كان مغطي وشه، عمره ما كشف عن هويته الحقيقية. هل زميلها القديم هو نفس الشخص ولا مجرد صدفة؟ عشان ما تثيرش الشكوك، الضابطة بسرعة طلعت موبايلها وقالت: عديه سنين كتير، يلا نتصور سوا. في الحقيقة هي كانت عايزة صورة واضحة للتاتو عشان تقارنه في المركز، لكن زميلها ما بانش عليه أي علامات دهشة. لما حاولت بشكل عادي ترفع دراعه عشان تاخد زاوية أحسن، هو رد الفعل على طول كان متنبه ودفاعي. هي قالت: أنا بس عايزة أشوف التاتو بتاعك. هو ضيق عينيه وسأل بحدة: ليه مهتمة بتاتو بتاعي كده؟ ضابطة الشرطة اتوترت، على طول شرحت: أوه لا، مفيش حاجة من كده، بس أنا فعلا عايزة تاتو كمان، بس شغلي ما يسمحش، فبس بحب أشوف الناس اللي عندهم. لكن زميلها ما صدقش ولا كلمة، هو حس إنه في حاجة غلط. سلوكه اتغير فورا، بقى حذر وواعي. لما شافت كده الضابطة تراجعت وانتهت المحادثة. بعدين لما رجعت لمركز الشرطة قارنت التاتو اللي على دراعه مع التاتو من ملف المهرب، الاتنين كانوا شبه بعض تماما. دلوقتي هي كانت متأكدة إن زميلها القديم ممكن يكون هو المجرم اللي الشرطة كانوا بيدوروا عليه.